حقيقة اعتناق جاكي شان الإسلام ونطقه للشهادتين. انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة صور مفاجئة ترصد احتفاء خاصا بالممثل العالمي جاكي شان، حيث قيل أنها تكشف عن اعتناقه دين الإسلام ونطقه بالشهادتين. فما هي التفاصيل؟ يسعد الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عند الاطلاع على أخبار اعتناق أحد لاعبين كرة القدم الكبار أو أحد فناني هوليوود المشاهير دين الإسلام، حيث يتم الاحتفاء بهذا النجم الرياضي أو الممثل بشدة، مثلما حدث مؤخرا مع نجم أفلام الحركة الصيني جاكي شان للسبب ذاته. انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصور ومقاطع الفيديو التي ترصد ظهور جاكي شان بملابس مختلفة عما اعتادته الجماهير، فيما كان يجلس وسط مجموعة من العلماء أشبه برجال الدين، ما فتح المجال لبعض الأقاويل التي توصلت إلى نتيجة واحدة. أثار المنشور واسع الانتشار عبر موقع فيسبوك وغيره من منصات التواصل الاجتماعي مشاعر البهجة لدى الكثيرين، نظرا لتأكيده على أن وجود الممثل العالمي في هذا المكان الملهم لم يكن إلا من أجل الإعلان عن اعتناقه الإسلام ونطقه للشهادتين، ما نتج عنه شعور بالفخر والزهو لدى الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، دون التأكد من الخبر الذي تبين أنه زائف. في البداية تواجد الممثل الشهير جاكي شان بالفعل بين مجموعة من مسلمي ماليزيا، وتحديدا في العاصمة كوالالمبور، إلا أن ذلك لم يكن من أجل الكشف عن اعتناقه الإسلام كما ظن الكثيرون، بل لمجرد التكريم. جاء سفر جاكي شان المفاجئ للعاصمة الماليزية من أجل حضور حفل تكريم تم دعوته إليه للحصول على لقب داتوك، وهو المعروف باسم لقب فارس بالنسخة المحلية، ذلك في تقليد متبع هناك تسلم من خلاله النجم العالمي نوط الشرف من رجل دين في 87 من العمر. الجدير بالذكر أن ذلك الاحتفال الذي كرم من خلاله جاكي شان يعود إلى عام 2015، حيث انتشر منذ ذلك الحين أخبار اعتناق ممثل الحركة الشهير الإسلام، رغم أن الأمر لم يزيد عن كونه احتفاء بنجم لديه الكثير من المحبين، سواء في ماليزيا التي شهدت تكريمه أو في غيرها من الدول الأخرى حول العالم. شكرا لكم على حسن المتابعة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.